السلام عليكم، كيف الأحوال؟ هتكلم على حاجة احنا بنعتبرها من المحرمات اللي ما ينفعش تبقى منطوقة خالص، يعني حاجات بالنسبة لنا تابوهات، والتابوز دي أنا ما ينفعش أقولها خالص. وأنا صغيرة كنت لما بغضب من حد أو بزعل منه عمل حاجة زعلتني كبيرة، أخدت بالي إن أنا ببطل أعمل كل حاجة كويسة كنت بعملها له من باب الزعل، أنا زعلانة منه فما ينفعش اعمل له حاجه. ودي كانت وسيلتي في التعبير ان انا غضبانه، خلاص لازم تعرف ان انا غضبانه. مامتي بقى اتخانقت مع مامتي، اتخانقت مع بابايا، مع صحابي، اي حاجه كويسه ببطل اعملها نهائيا. وادركت بعد شويه ان ده انا ما بعيش فيه قيمي او انا مين، بالعكس يعني اللي هو بص هتبقى كويس هتبقى كويسه، هتبقى وحش خلاص انا هبقى وحشه، خلاص اي حاجه بقى انا شايفاها من مبادئي او من قيمي انا بنسفها تماما عشان انا غضبانه. الحاجة اللي أخدت بالي منها أكتر إنه أنا في علاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى لما في حاجة ببقى بدعي بيها أو منتظراها أو بتمناها وكان نفسي إنها تتحقق وربنا قدر وكان أمر تاني، أو إن في ابتلاء شديد نزل عليا وأنا شايفة نفسي أنا بصلي وبصوم وبعمل اللي عليا وبنت مؤدبة وكويسة وبطيعة ربنا، ليه الابتلاء ده؟ أنت ليه ما بتحبنيش؟ ليه ما بتستجيبش لدعايا؟ ليه بترزقني بالحاجات دي؟ ليه ما بتعمليش اللي انا عايزه وانا بدعي كتير انا مؤدبه انا كويسه؟ ليه ما بتعملش معايا كده؟ فده بيوديني لمساحه الغضب اللي ما ينفعش اقوله، لانه انا ما ينفعش اقول ان انا غضبانه من ربنا او زعلانه منه، لانه ده مش من الادب مع ربنا سبحانه وتعالى. فده بيوديني بقى في حته بدون وعي تاني خالص، انه ده بيطلع في سلوكياتي بقى، انه انا عشان ابقى مؤدبه في تعبيري مع ربنا من غير ما باخد بالي سلوكياتي هي اللي بتسيطر عليا. طب اللي هو ما انا اتبسط بقى هو كده ولا كده مفيش نتيجه من اللي انا بعمله ده، فاعمل اللي انا عايزاه. فلاقي ان همتي في الصلاه قلت، الاقي ان افكار اللي انا عايزاها بدات مش عايزه مش قادره دلوقتي اتفرج بقى على التلفزيون بلا بتاع بقى خلاص اكل كتير. ولما بدات اتكلم في الجلسات مع الناس اخدت بالي انه في ناس كتير بتقع في الفخ ده. ومش بس بقى احنا بنروح لحاجات بسيطة ان انا مش قادر بقى امشي على السنن والحاجات دي، لا ده احنا ممكن نروح لمعاصي وحاجات محرمة. وكل ده مش عشان احنا كده، لا عشان انا عايزة اتبسط بأي شكل. يعني انا عملت اللي عليا، انا دعيت سمعت الكلام ومشيت على الشعائر زي ما سبحانه قال يعني وعامل اللي عليا. ليه بتعمل معايا كده؟ ليه مش قابل دعايا؟ ليه بتبتليني في ولادي بقى في صحتي؟ فببقى زعلانه قوي من جوه او زعلان قوي من جوايا وغضبانه انه انا ما عملتش حاجه وحشه عشان تعمل معايا كده. ولانه دي من المحرمات اللي احنا نقولها فبنكتم الشعور ده وبننفصل عنه تماما وما بناخدش بالنا احنا بننزلق في فخوخ السلوكيات دي ليه. بس في حاجة اللي هو يعني لذة لحظة ولا وجع بقى، ما احنا مهمومين طول الوقت، ما هي خلاص الحياة وحشة جدا يعني. بس لما رجعت شوية في الأثر كده أخدت بالي من حاجة، إنه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي وكان سيدنا أبو بكر اللي قاعد معاه، سيدنا جبريل أقرأ السلام من ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا أبو بكر وقال له إن ربنا سبحانه وتعالى بيقرأ سيدنا أبو بكر السلام وبيسأله هل أنت راضي عني ولا لأ؟ دي كانت حاجة عظيمة، إيه ده ربنا بيسأل سيدنا أبو بكر أنت راضي عنه ولا لأ؟ وما بدأت أتأمل شوية أخدت بالي إنه هو إحنا في أذكار الصباح والمساء المفروض بنقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا. فلو أنا المفروض إن أنا بجدد النية بالرضا كل يوم الصبح وبالليل، وربنا سبحانه وتعالى سأل سيدنا أبو بكر أنت راضي عني ولا لأ؟ فكأني أنا بأقر الرضا ده. فلو إقراري بالرضا وتجديد النية ده موجود، إذا فالعكس ممكن يكون موجود، أنا ممكن أكون زعلان من ربنا، لكن كتماني للشعور ده وانفصالي عنه واعتباره وإحساس محرم وما ينفعش أحسه هو اللي بيوقعني في سكة سلوكيات أنا مش فاهم أنا بعملها ليه وهي مش معبرة عني أصلا. وبقع في الفخ إن هو أنا مين، والناس تبدأ تنتقدني وانت بني آدم وحش وبتعمل كذا او بطلت تعمل طاعات او وقعت في حاجات ومعاصي وانا نفسي اكره نفسي واتأكد فعلا ان ربنا ما بيحبنيش، واخش في اللوب بتاع الغضب من ربنا وان انا هو ما بيحبنيش وانا غضبان، وافضل في اللوب ده واتزحلق في حاجات كتير قوي مش معبرة عني نهائيا. الفخ ده بيوقعنا فيه
رفضنا للمشاعر وتحريمنا ليها في المطلق بقى. وجزء من الرفض ده ان انا ما ينفعش ابقى زعلان من ربنا سبحانه وتعالى، في حين هو بيسالني انا راضي ولا لا، راضي باقداره ولا لا. وان انا لما بقع في الفخ ده ما بيسمحليش اني افهم حكمه ربنا سبحانه وتعالى من اقداره. وبربط السلوكيات بقى، كل حاجه بتتلخبط في بعض، السلوك داخل في الشعور، وخلاص انا متزحلق في الدنيا دي كلها. ففي اللحظه دي ما بعرفش اتحرك من كل الناس بقت بتتكلم فيه دلوقتي، انت بتتحرك من مركزيتك مع ربنا ولا مركزيتك نفسك؟ يعني انت مركزيتك ربنا في تصرفاتك ولا مركزيتك نفسك؟ واحنا مش فاهمين يعني، او نكاد نكون فاهمينها بس مش عارفين تطبيقها. اللي بيفصلنا او بيخلينا نتحرك من نفسنا هو عدم سماحيتنا لنفسنا باني اسمح انا حاسس باللي انا حاسس بيه. ده اللي انا حاسه دلوقتي، يا رب انا زعلان، انا زعلان، انا زعلان انك ما عملتليش اللي نفسي فيه، انا مش فاهم ده ما حصلش ليه. طب يا رب انت زعلان مني؟ طب يا رب انا يعني فين نتيجه اللي انا عملته؟ فحاجات كتير قوي كلام جوه لمجرد اني بسمح لنفسي اني اقوله من غير ما اقيمه او ارفضه او انكره، ده في حد ذاته بيقلل مشاعر الغضب والزعل جوايا، فيخليني ابقى واعي انا مختاره اتحرك من ايه؟ من غضبي اللي انا مش واعي له ده وهو سيطر عليا، ولا من ان انا لما الغضب هدي والزعل هدي قدرت افهم حكمه ربنا، هو عاوزني استسلم له ولا لا؟ يعني بدل ما انا ماسك الامور وعايز كل حاجه ماشيه على مزاجي، لا، ربنا عايز يعلمني الاستسلام، عايز يعلمني الصبر، عايز يعلمني التدبير، عايز يعلمني ارضى، اتمرن شويه على الرضا. انا بفتح لك باب احلى كتير، بس انت عشان متعلق بالحته دي انت مش عارف تشوف جمال الحته دي. كل المعاني والاجابات دي ما بتجيش طول ما انا غضبان وزعلان وغرقان في الحته دي بدور على اي ملذات باي شكل تاني، اهو ابسط نفسي شويه او افرج عن نفسي شويه. فالفخ ده نعرف نخرج منه باول حاجه، ان انا اسمح للشعور جوايا انه يطلع زي ما هو بدون اي تقييم. انا من حقي احس، وربنا رزقني الاحساس ده، واتكلم مع ربنا. وده نوع من انواع، من وجهه نظري، ان ده نوع من انواع الادب مع الله، انه انا بقول له انا زعلان، انا كان ليا عشم، انا كان ليا منى، طب انت زعلان مني، طب فهمني حكمتك. فبتبدا الاسئله الايجابيه هنا تطلع، لاني انا عبرت وسمحت للشعور ان هو يخرج حتى لو لفظيا بيني وبين نفسي، ما كتمتوش، ما رفضتوش، وما هربتش منه. وفهمني حكمتك، فالحكمه هنا تيجي، الدرس يجي في اللحظه دي. هقدر اختار السلوك. ما انا لما قبلت الشعور زي ما هو، ما قيمتوش وخرجته زي ما هو، اللي حصل ان هو بدات درجته تقل، انا ما قاومتش الشعور. فلما درجته بدات تقل، انا بدات وعي يشتغل، ما بقتش مضغوط بسبب الشعور اللي بهرب منه ده. فلما وعي يشتغل بدات افهم الحكم والدروس اللي ربنا سبحانه وتعالى جايالي من اقداره ايا كان قدره ايه. في اللحظه دي بقدر اختار اتحرك من فين، اتحرك من الدرس اللي ربنا نورهولي، فهنا مركزيتي بقت ربنا فعلا، ولا انا غرقت في الشعور فالسلوك دخل في الشعور، فانا بقيت بدور على اي حاجه تبسطني، فهنا مركزيتي بقت نفسي فعلا. فالبساطه في ان انا اقبل، او الحل في ان انا اقبل الشعور زي ما هو مش حرام. ده ربنا بيسالنا من وجهه نظري، او اللي انا فهمته في الدنيا ومذاكرتي، انه ربنا لو هو سبحانه بيسالنا، فاذا هو سبحانه عالم ان انا ممكن يجي عليا الوقت ان انا ازعل، ان انا اغضب. بس لما اقعد مع غضبي ده واقول انا اقر ان انا زعلان دلوقتي، اقر ان انا غضبان بسبب ان كذا ما حصلش، فهمني، قولي ايه الدرس، ايه الحكمه، وابدا اهدي من ده واسمح لنفسي ان انا حاسه. ده لوحده بيفتح البوابه للمشاعر انها تخرج، والوعي ان هو يشتغل، والدروس اني استقبلها، وابدا اختار القيمه اللي انا عايزه اتحرك منها. سلوكي ساعتها بوعي. الشعور منفصل تماما عن السلوك، والسلوك احيانا هو اداه تقويم المشاعر الجامده الاوفر، لانه هو انا غضبان شويه، بس انا اكتشفت ان انا محتاجه اتعلم التسليم شويه، انا محتاجه اتعلم الرضا، اتدرب على الرضا شويه. فالسلوك هنا بيبقى جاي من القيمه اللي انا اخدت بالي ان انا عايز اعيشها. هنا سلوكي بيبقى معبر عن شخصي وانا عايز اكون مين بجد. ما تتخضش ان انت ممكن تكون غضبان او زعلان من ربنا سبحانه وتعالى، بالعكس
اقرارنا بالشعور ده هيهونه، هيقلله، وهيدينا الدرس المناسب اللي ربنا عايزنا نكون عليه. في اللحظة دي فعلا مركزيتنا هتبقى ربنا سبحانه وتعالى، مش هننزلق في سلوكيات مش معبرة عنا تماما. اشوفكم على خير المرة الجاية في مخضوض ليه. سلام عليكم.